السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل شوية مسقعة بلدي مشطشطة، انما ايه من بتاعة امهاتنا، بنفس الطريقة، من غير افتكاسات، من غير فرن، من غير اي حاجة. داخلين ان شاء الله على رمضان، اللهم بلغنا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وهنعمل بقى المحمر والمشمر ومش عارفة ايه، نقضيها بقى اليومين دول ايه، شوية اكل كده حرش واكلات اقتصادية، لحد بقى ان شاء الله ما يجي رمضان، اللهم بلغنا رمضان جميعا. عندي بقى طماطم معصورة، بس انا ما صفتهاش. طماطم المسقعة والمحشي مش بتتصفى. اي طماطم تانية، خضار، مكرونات، اي حاجة تانية لا بصفيها عادي، انما مسقعة ومحشي لا مش بصفي. عندي بقى بتنجان وقطعته وخرطته مكعبات. انا البتنجان والبطاطس احب اخرطهم مكعبات، ما بحبش اقطعهم كبار في المسقعة، علشان اللي ياكل منها ياكل بمنتهى السهولة، وياكل كده على طول، ما يقعدش يقطع ويفتفت فيها. تمام. ياكلها كده، بتبقى ايه، البتنجان بيكش شوية، فبتبقى يا دوبك على قد اللقمة. عندي هنا البتنجان قطعته، وجبت كمان شوية فلفل كده حامين وشوية فلفل رومي. وهنا نسيت اقول لكم، حطيت شوية ملح على البتنجان عشان خاطر ينزل ميته، وحطيته في مصفى. وادي شوية فلفل بلدي كده حلوين. انا سرعت القليه، بس انا جايبها لكم يعني وانا بقليها. والبطاطس برضو بحب اخرطها مكعبات، ما بحبش اخرطها مصوابع خالص. يعني البتنجان، البطاطس، الفلفل بحب اسيبه صحيح، بحب كده اخرطهم قطع صغيره. جبت الحله بتاعتي بتاعت القليه اللي انتوا عارفينها طبعا، وقليت حبه بطاطس، وقليت البتنجان. طب ليه انتي قليتي ما شوتيش في الفرن؟ ده الزيت غالي. انا حبيت ان انا اعملها بالطريقه التقليديه، الطريقه بتاعت مامتي ومامتك. بعد كده انا هشويها لكم في الفرن، بس انا عشان في مشكله عندي في الفرن فمش عارفه اشويها فيه، فانا ايه قلت لا، انا هعملها كمان بالطريقه التقليديه اللي كلنا بنعملها في بيوتنا. والمره الجايه ان شاء الله هعملها لكم مشويه في الفرن، وهتبقى حلوه برضو وطعمه، ودي ليها حلاوتها ودي ليها حلاوتها. جبت هنا البتنجان عشان ما يشربش زيت منك، يا تعفريه بشويه دقيق، انا ما عفرتوش، يا اما تنزليه على زيت سخن. يستحسن لو انت هتقليه ورا حاجه تقليه اخر حاجه، لان كل ما يكون الزيت سخن معاكي البتنجان ما يشربش زيت. تمام. هنا حسيت ان البطاطس قليله شويه، فزودت شويه بطاطس، والفلفل قليته بس ما جبتش بقى عشان كان بيطشطش جامد، ويعني كان هيطشطش على الموبايل والبوتاجاز وكده، وكلنا عارفين بنقلي الفلفل ازاي يعني. جبت بقى اهم حاجه حله وفيها شويه زيت من بتوع القليه اللي احنا لسه قاليين فيهم. تمام. وقطعت عليها بصلايه كده حلوه، وشوحتها جامد. وبعد كده بقى ايه، هنجيب شويه توم مخرطين، انا خرطهم. انت عايزه تدقيه براحتك، عايزه تعمليه زي ما تعمليه تبشريه. تمام. انا خرطت شويه توم، وبعد ما شوحت البصله نص نص تشويحه، رحت نازله بالثوم بتاعي. وكنت عماله ادور على الخل، ادور على الخل مش لاقيه، مع انه قدام عيني والله. عارفين الحاجه لما تكون قدام عينيكم كنتوا مش شايفينها. طبعا بقى نزلنا بثوم، يبقى كزبره. ماشي، ونشوحهم مع بعض. انا عاده مش بغمقها كده، بس انا ما كنتش لاقيه الخل، فاضطريت ان انا احط الطماطم، وبعد كده لما الاقيه ابقى احط الخل. هنا هو لقيت الخل الحمد لله. وحطيت شوية صغيرين، يبقى احنا عملنا توم وبصل مع بعض، شوحناهم في الزيت بتاع المسقعة، ونزلنا عليهم بشوية كزبرة، ونزلنا بالطماطم والخل. نيجي بقى للتوابل، هنحط ايه؟ توابل بسيطة خالص، ملح وفلفل وحبة كمون وشوية مرقة، بس لا فوقهم ولا تحتهم، ولا نحط بهارات ولا هنحط اي حاجة خالص. ادي حبة الكمون بتاعنا، دي المسقعة اللي امهاتنا بتعملها في البيت، ودي المسقعة التقليدية. اي حاجة تانية بقى، بشاميل، لحمة مفرومة، دي افتكاسات مننا يعني، بس انا حبيت اعملها منها اكلة اقتصادية.
ومنها كده بقى ايه حاجة تهون علينا بقى الايام ديت لحد ان شاء الله ما يجي رمضان. هنا استنيت لما البطاطس الصلصة بتاعتنا تتسبك، ورحت بقى حاطه فيها البتنجان والبطاطس والفلفل وكده، وسبتهم بقى قيمه ربع ساعه كده على النار ياخدوا ويدوا مع بعض. وانا بحب الطماطم بتاعتها كتير، وهنا زودت شويه شطه عشان احنا بنحبها مشطشطه. وسبتها بقى تاخد وتدي مع بعض. ويستحسن لو عملتيها من بدري وركنتيها، يعني خدت ودت مع بعض تروحي طافيه النار وركناها على جنب، هتاكلي اطعم مسقعه ممكن تاكليها. شايفين؟ شايفين شكلها كان تحفة جدا، طماطم حلوة قوي فيها متسبكة، والخضار متسبك فيها، بس ايه ما تغرفوهاش على طول، سيبوها كده تاخد وتدي مع نفسها شوية. ولو عجبتك بقى الوصفة ما تنسينيش بلايك. باي باي.